السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله سماحة شيخ عماد. حياك الله سيد، شلونك؟ والله بخير، بشرونا عنكم، صلي على محمد وآل محمد. حياك الله، شلونك؟ ان شاء الله زين سيد. والله السيد بخير، السيد بخير، بشرونا عنكم. الله يسلمك، الله يبارك فيك، الحمد لله بخير. الحمد لله. والله احببت استفسر منكم ان تسمحون لنا. تفضل. اين نجد تنصيب الاثني عشر اماما في كتاب الله تبارك وتعالى؟ سيدنا حياك الله. الله بالخير عليك. حياك الله. اني هسه طالع بالطريق. والله يا سمح سيد، قل لي آية، كل آية واحدة وخلاص، واطلع امشي حتى لو هتمشي في الصحراء الجرداء. اسمعني حياك الله. اسمعني. حياك الله. انت كاتب سيد حيدر. اي والله، والله سيد. عرفني بنفسك اول. والله سيد حيدر يا حج، ان شاء الله نتكلم في هذا يا شيخ عماد، بس بالله عليك هل يوجد آية في القرآن على تنصيب الأئمة الاثني عشر؟ اول عرفني بنفسك اخي، عرفني بنفسك. حياك الله. انا اسمي رامي عيسى، وبالفيس في الفيسبوك بينادوني بالسيد حيدر المساوي. انا بقى سمعت الشيخ عماد اريد آية من القرآن على تنصيب الاثني عشر. اقول لك نعم. وين رامي عيسى؟ وين السيد حيدر المسوي؟ ما هو انت هجيبها لك ابينها لك. رامي فيها حرف الراء، حيدر فيها حرف الراء، الموسوي موسى سوي فيها حرف السين، وعيسى فيها حرف السين. نفس استدلال الشيعة من القرآن على تنصيب الائمه الاثني عشر هو نفس الاستدلال باسم رامي عيسى وحيدر المساوي. اديني بقى الدليل. حياك الله. انا شايف محاضراتك والشيخ احمد الامامي. والله هرب ولا مرتين هزمت امام اخي العزيز. طب انا بنهزم امامه. تعال بقى، تعال انت ان شاء الله. تعال. نعم تعال. هذا الكلام العشائي هذا غلط، عرفه هذا ترى. لا والله لازم نبين للناس والله يا شيخ عماد. عندك في الترتيب انت هواي امور عندك شيء. لما تنحصر بالزاويه تهرب. طب جميل، بس انت بتقول انا لما بنحصر بزاويه بهرب. تفضل سلني عما تريد الان، سل انت عما تريد، تفضل. رامي عيب جدا انك تكتب سيد حيدر. لا خلاص بقى، سال عما تريد. مش انت قلت الاول انت ما بتتزنق يا رامي بتهرب وبيزنقوك تهرب؟ اعطيني انت يعني اذنقني الان في الاسئله. يلا اتفضل سلني. خلينا خدمك. لا مش عايزك تخدمني يا سيد، مش عايزك تخدمني يا شيخ عماد. اسالني. لا ما تخدمنيش. هذا الاسلوب غلط، هذا الاسلوب مالك. مو كل شيخ لقيته على هذه تسأله وتدخل وياه محاضره. طيب خلاص يا شيخ عماد بالله عليك بدون مظلوميات، لان والله بيسمعك الان الكثير. انت في بث مباشر والله، يعني انت الان في بث مباشر يسمعك الكثير. اجبنا بقى. الاساتذه الكبار ليش تهرب من عندهم؟ طب اجبني بقى على سؤال. هات سؤال لو عندك سؤال، بما انك عاجز عن بص اسمعني بس، انت عاجز عن اثبات امامه الائمه الاثني عشر، فبالله عليك ما تعمليش مظلوميات كثيره. قلت لي ان انا بتزنق، طب اسال انت عما تريد. انا بقول لك اهو، سلني عما تريد يا شيخ عماد في البث المباشر الان. لما النبي رفع ايد الامام علي قال اللهم والي من والاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله. ونزل عمر بن الخطاب اول شخص قال له بخن لك بخن يا عم. انت بتكلم قطه، انت بتكلم سوي يعني. اسمعني بقى، هجاوبك على حديث الغدير، اجيبك على حديث الغدير صح؟ هل معنى الولايه حب؟ هنا حب. اجاوبك على حديث الغدير. النبي لا النبي وظف هاي الامه الاسلاميه كلها بالعرض الصحراء بشمس حاره على مود يقول يا مسلمين يا عمر يا اما تخلص خالص قول لي عشان اجاوب. يا عائشه يا فلان يا علان حبوا الامام علي. طيب يقول لهم هذا مولاكم وهذا رئيسكم وهذا امامكم. عيب هذا الحكي، عيب. طيب اول حاجه الشيخ عماد عايز يقول لنا ان هو افقه وافصح عياذا بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فهذا عليه مولاه، ولم يقل هذا امامكم وهذا رئيسكم. وكان معنى المولى اي الامامه والرئاسه والوزاره، بس النبي ما قالش الثلاث كلمات دول. والشيخ عماد لانه افصح من النبي في دين الشيعه صلى الله عليه وسلم قال هذه الثلاث كلمات. اوعى تسكر خط علشان الناس سامعاك، دلوقتي وانا برد على شبهتك. ده رقم واحد. رقم اثنين النص اللي انت جايبه لي والنبي وقفهم في الشمس وقعد يرفع يد علي يا عم احنا في حلبة مصارعة واللي يفوز هنرفع ايده. يا عم بلاش الكلام دوت ونوقفهم في الشمس ونقعد نرفع ايديهم في الشمس كده ونعذب الناس. اول حاجة النور الطبرسي كما في كتاب فصل الخطاب قال لم يصرح النبي بالخلافة من بعده بلا فصل في يوم الغدير، واشار اليها بكلام مجمل يحتاج الى معاني تبينه. فهذا النور الطبرسي. عندك ايضا عالمك المرتضى في كتاب رسائل المرتضى المجلد الاول صفحة 399 قال ان ده نص ليس في صريحة لفظه النص بالامامة، وانما ذلك في فحواه معناه كخبر الغدير. فهذا نص قفل وهرب، فهذا نص جلي، نص خفي وليس جلي. هاتوه تاني، هاتوه. هذا نص خفي بيزنقوك تهرب. ما تيجي تورينا دينك يا عماد الخاجة ده مش عارف اسمه غريب قوي. خلينا نجيب، بنتصل عليه. عرفتوا الاخوه
الراجل بيقول لي انت ليش تتكلم بسرعه؟ لان هيثقف مش هيديك فرصه ترد على شبهاتي. من اجل ذلك انا بقول له اسال عما تريد بشريطه ان يعمل ايه عماد الخواجه؟ شريطه الا يتهرب، يعني يسال عما يريد ولا يتهرب. لكن كما رايتم الان لا يريد الرد، لا يريد الرد، عجز فهرب فلا يريد الرد. كما ترون الاتصال